راه ما يمكنش اصاحبي، ما يمكنش نتنمروا عليه بهذه الطريقه هذه. بزاف ديال الناس كيهضروا عليه كيقولوا هضره خايبه في لي كومونتير وكيبقاو يحشيو الهضره. علاش اصاحبي هادشي؟ علاش؟ راه ما بقاتش انه انت غليظ ولا انت رقيق، راه بقات في العقل. المشكل هو الا عندك الاعاقه الذهنيه، الله يهدي ما خلقو صافي. كنشوف غير المعامله ديالو كيفاش كيتعامل مع الناس، خصوصا مع الاولاد الظروف. صباح الخير. بدا واحد اللعاب يجهز، ها هو المخضرم. تحياتي خويا فاروق، احسن خويا فاروق. هاكا سعيد، هاكا سعيد. غادي نشبو هذه. انا تدريس الجميل غنى التعليم بصلاح اللعابه كاملين كيخطروا. كلشي كيتنمر على فاروق من بعد ما بان في دوري الملوك، ولاحظوا الناس بلي الجسم ديالو غليظ، هادشي اللي خلاه يبدل حياته. ولكن لا، ماشي التنمر ديال الناس هو اللي خلاه انه يقرر ينقص الوزن ديالو، حيت هو في اخر فيديو لاحو قال فيه بلي انه ديجا كيوجد باش انه ينقص الوزن، وشاف كيفاش غادي يتريني مع الناس. انا بديت كنفيلمي التغيير ديالي من شهر 12 والاخر ديال شهر 11، يعني هذه شهر ونص تقريبا، يعني قبل ما نمشي للكينغز ليغ وقبل ما بدات ديال التعاليق. بديت وفيلميت ودرت اتفاق مع مجموعه ديال الناس اللي غيعاونوني في الفتره. وهكا يقدر يعاون الناس اللي بحالو باش يتيقوا في راسهم وباش حتى هما يتبدلوا، ومن هنا تيبدل الكونسيبت ديالو. واخا لقى صعوبه حيت ديجا في هذا الكونسيبت اللي كيدير عنده بزاف ديال الفيديوهات اللي ضاربين بزاف ديال المشاهدات، وعنده بزاف ديال الناس اللي متابعينه كيعجبهم هذا الكونسيبت. ولكن خرج ليه دوري الملوك من السجن من بعد ما تسجن الياس المالكي، وفاروق غادي يكون بلاصتو. هنا نسى راسو ومشى يمثل المغرب ويهز الدرابو. هذا الانسان صراحه ظريف وما غتسمعش منه كلمه العيب. كما شفتوه في دوري الملوك كيفاش كيتعامل مع اللعابه وكيفاش كيتعامل مع الاولاد الظروف، خاصه راه كيتعامل معاه بحال خو، وما خلاش انه يحس انه كاين وسط شي ناس اللي غرباء ولا شي ناس اللي جداد عليه، خلاه انه يحس بحال الا كاين مع خوتو. حاجه وحده اللي ما كانتش كتعجبني في الفيديوهات ديال فاروق هي انه كان كيدير اشارات ديال القمر، وان شاء الله قرر انه ما غيبقاش يديرهم من بعد ما غيلقى شي سبونسور جديد. يعني وعدت راسي انه مهما كانت الظروف، مهما كانت السيتواسيون اللي غنتحط فيها، ما غنعاودش نرجع. كنتمنى من الله نلقى سبونسور ملائم داكشي اللي كنديرو كيمثلني وكيمثل الجمهور ديالي بشكل مناسب، باش نقدر نكمل في الخدمه نكبروا. علاش لا؟ حيت كما كتعرفوا باللي فاروق عنده واحد ليكيب وضروري من الفلوس، حيت باش انه تخلص لثلاثه د الناس ولا اربعه ولا خمسه د الناس راه صعيبه. ولكن الا بغيتي دير كونتوني شويه سبيسيال وكنتي واخد خدمه ومعاك مجموعه ديال الناس اللي حتى هما خصك توفر لهم الحاجيات ديالهم والظروف الملائمه باش يخدموا، الامر يتغير. يعني هذا الشيء غالبا اللي كان خلاه انه يدير هذه الاشارات هذه. بعض الناس كيتنمروا عليه وما خلاو ما قالوا فيه، ما عارفينش بلي الهضره ديالهم والتنمر ديالهم يقدروا يخليو تاثير سلبي على الشخصيه ديال الانسان، سواء فاروق ولا واحد اخر. واللي ضعيف راه يقدروا يمرضوه بهذه الهضره هذه، الله يهدي ما خلقو صافي. كنشوف غير المعامله ديالو كيفاش كيتعامل مع الناس، خصوصا مع الاولاد الظروف، خلاه انه يحس بحال الا كاين مع خوتو وكاين في دارهم. هادشي نتوما ما كتشوفوش، كتشوفوا غير بنان مغليظ، بنان مرقع، بنان ما عندوش الرجل، بنان ما عندوش الليل، وكتبقاو تنمروا على الناس. هذه واحد القاعده اللي خايبه، راه ما خاصناش نتنمروا على الناس، حيت بنادم ما تقدرش تمرضو بديك الهضره ديالك. كاين اللي كتبقى تاثر عليه الهضره ديال الناس كيكون ضعيف، كيسمع غير جوج كلمات ديال شي واحد كيتنمر عليه كيمشي كينطحن. مثلا ما عندوش الليل وكتبقى تنمر عليه، ولا تقطعت ليه رجلو، ولا بحال هكا نيت غليظ وانت كتمشي تبقى تنمر عليه، راه حشومه وعيب. المهم كنتمنى انه يوصلكم الميساج. تهلاو ليا في راسكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي.